السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنشوف طريقة عمل الفطير وكل تكاته وحركاته، يعني ما شاء الله جميل، هتتعلميه من الصفر. يعني هتشوفي طريقة الفطير سهلة وجميلة، وزي ما شايفين في الفيديو كده ما شاء الله طراوته بتحكي عن جماله. حتى التوريقات هنشوفها دلوقتي ما شاء الله مورق وجميل وبطريقة سهلة. هنتعلم نعمل الفطير ازاي، من اول ما بنعجن العجينة لحد ما بنفردها في الصينية عشان نسويها. ما شاء الله التوريقات جميلة جدا زي ما شايفين، يعني جميلة جدا. يلا بقى نبتدي الفيديو ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اول حاجة عندنا كيلو دقيق، ممكن تقللي وممكن تزودي على حسب ما انت عايزة، وممكن نقلل عن كده شوية كمان عادي. ومعانا بقى السكر وملح، يعني مكوناته سهلة جدا، دقيق وسكر وملح ومية، يعني مش مستاهلة حاجة خالص. يبقى كده عندنا كيلو دقيق والسكر والملح. هنبتدي بقى نجيب بولة او اي حاجة عندنا، بس يفضل تكون غويطة شوية عشان نعرف نعجن فيها كويس. هنحط بقى الملح والسكر ونحط عليهم مية دافية. يفضل ان احنا نستخدم مية دافية اذا كان صيف او شتاء، عشان العجينة تبقى لينة معانا وتبقى جميلة كويسة جدا. نحط بقى المية ونحط الملح والسكر وندوبهم عشان السكر يدوب يعني. واول ما يدوبوا بقى هنبدأ ننزل بالدقيق. ندوب دلوقتي السكر، دلوقتي دوبناه خلاص كده زي ما انتم شايفين كده داب. هننزل بقى بالدقيق تدريجيا او ممكن ننزل مرة واحدة زي ما نحب خالص، الموضوع سهل جدا. هننزل بقى تدريجي لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. ممكن نحط الكمية على بعضها يعني نحط كمية الماء، بس يفضل ننزل تدريجي اذا كان بالمية او بالدقيق، عشان في انواع دقيق بتشرب سوائل كتير وانواع دقيق بتشرب سوائل بسيطة، فيفضل ان احنا ننزل بالتدريج. وغير كده كمان الدقيق لازم ما يكونش العرق بتاعه الفطير، الدقيق بتاع الفطير يعني ما يكونش العرق بتاعه قوي، عشان ما يشدش مننا واحنا بنعجنه او ما يتعبناش واحنا بنفرد العجين ساعة لما نيجي نورقه يعني. زي ما انتوا شايفين كده بنبدأ نقلب نقلب ونعجن عشان نلم العجينة. دلوقتي بقى هنبدأ نتدخل بايدينا، ومن الاول ممكن نتدخل بايدينا عادي، بس يعني عادي. نبدأ بقى نعجن العجينة ونلمها، نلم من فوق وتحت ونلم من الأطراف. وانا كده كده اصلا عايزه حابه تشيلي حبه دقيق في الاول، ممكن العجينه تلم منك مثلا، او تكوني زودتي حبه ميه فممكن نشيل من الدقيق مره من الاول. او ممكن مثلا نحط يعني شويه دقيق معانا على جنب، او لما نيجي نشتري الدقيق نشتري مثلا ربع كيلو معاه زياده احتياطا، عشان العجينه ما تلنش مننا وتبقى لينه قوي يعني، وما نلاقيش دقيق يعني، او نحط كل الدقيق الكيلو او على حسب الكميه اللي هنحطها. ولما نيجي نعجن يعني ولا حاجه تكون ايدينا ما يعني زودت في كميه الميه فتكون لانت، وفي الاخر العجينه هتكون باظت مننا، لان عجينه الفطير بتبقى يعني ناشفه شويه، او اللي هي سميكه شويه، مش زي عجينه المعجنات بتبقى طريه، او بنحب انها تكون فيها تلزيقه بسيطه. لا، عجينه الفطير بتبقى ناشفه وما بتبقاش اللي هي طريه زي عجينه المعجنات. فممكن نزود زي ما انتم شايفين كده. انا كنت شايله 3 او 4 معالق من الكيلو نفسه، وهلم بيها لان زودت شويه ميه، وده برضو طبيعي يحصل في اي عجينه بتحصل، ممكن ايدينا تخننا ونزود كميه السوائل. فلازم نكون على الاقل شايلين حاجه، او ننزل الدقيق بالتدريج. دلوقتي العجينه اتلمت اهي ما شاء الله اللهم بارك. قدامنا اهي العجينه اتلمت ما شاء الله طريه جدا، بس ما بتكونش طريه اللي هي فيها تلزيقه، لا زي ما انتم شايفين كده طريه بس مش بتلزق، هي فيها ناشفه شويه او ماسكه نفسها شويه، عشان دي العجينه بتاعه الفطيره ما بتكونش رقيقه اللي هي لينه قوي. دلوقتي خلاص زي ما عجناها اهو، هنسيبها ترتاح بقى زي ما تحبي. عايزه بقى نص ساعه ساعه براحتك خالص، كل ما ترتاح كل ما هتريحك انتي في الفرد بعد كده. ممكن نغطي بالبولة اللي احنا كنا بنعجن فيها، او ممكن نحطها او نرشها رشة زيت مثلا او رشة دقيق ونغطي عليها بقى وتسيبها ترتاح براحتها، عشان تريحنا احنا في العجن بعد كده او في الفرد لما نيجي نفرد الفطير.
زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده ما شاء الله العجينة طرية جدا وملمسها طري، ولما تيجي تعمليها جميلة. ومعانا دلوقتي زيت، الزيت ده بقى مهمته ايه معانا دلوقتي؟ ان هو هنحطه تحت العجينة ومن فوق العجينة، ولما نيجي نكور الكور بنحطه من تحت ومن فوق عشان الوش بتاع العجينة ما يعملش طبقة ناشفة كده. دي بتبقاش حلوة، ودي بتكون سبب من اسباب انها لما تيجي تفردي العجينة بتقطع. فلما بنكون بنقطع العجينة لازم يكون جنبنا شوية زيت، او ممكن لو بتفردي على دقيق نفرد على دقيق عشان ما تنشفش معانا. ولو المكان او الطبق او الصينيه اللي بتحطي فيها الكور لازم تكون متغطيه، وقبل ما تغطيها تحطي عليها زيت عشان ما تكونش الطبقه الناشفه اللي فوق. معانا اهي العجينه دلوقتي زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، طريه جدا ويعني سهله في التعامل وحلوه جدا. هنحط بقى تحتها شويه زيت عشان نبدا نقطع الكور ونقسم الكور على حسب احنا عايزين عدد قد ايه. كيلو الدقيق بيطلع معانا من 4 ل5 كور، او ممكن 6 كور كمان. 6 فطيرات يعني، على حسب انتي حابه تحطي قد ايه، او حتى عدد الفطير قد ايه. لو انتي هتقللي عدد الرقات اللي في الفطير بيبقى ياخد منك يعني بيطلع منك عدد كتير، انما لو هتزودي مثلا عدد الرقات في الفطير بياخد منك يعني ممكن 3 4 فطيرات كبيرة قوي لو الكيلو دي اعملها. دلوقتي زي ما انتوا شايفين قسمت الكرة الاول لقسمين، بعد كده هقسمها ل4 عشان نقسم عدد الفطير. دلوقتي احنا هشيل الجزء اللي هو الكورة دي، وبعد كده نبدأ نقسم في الفطير. نستبعد بقى السكينه خالص دلوقتي، وممكن من الاول نستبعد السكينه ونقطع بايدينا عادي زي ما انتم شايفين انا بعمل كده. بضغط على العجينه واطلع الحجم اللي انا عايزاه. دي بقى على حسب راحتك انتي، عايزه تكوري كبير تكوري صغير. بس لو انتي هتكوري اللي هو عدد الرقات دايما لازم تبقى الكبيره هي اكبر حجم فيهم كلهم، زي الليمونيه كده او البرتقانيه الكبيره كده. تبقى تبقى على حسب كده يعني، او تبقى شكل البرتقانيه كده. دي بالنسبة للكور الكبيرة. وبرضه لو انت عايزة تعملي اللي هي الرقات الصغيرة بتبقى لو الرقاة الصغيرة او الكورة الصغيرة بتبقى صغنطوطة كده زي الليمونية كده. زي ما انتوا شايفين كده بنبدأ بقى نكور. اول ما بنقطعها بنحاول نلمها زي البقجة كده، نلمها جوه، ندخل في بعض ندخل في بعض لحد ما تلم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نبدأ نلمها ونسوي الاطراف. لو في حتة عجينة زيادة انت حاسة، انت ده كله هتحسيه بايدك انت لما تيجي تمسكي العجينة هتحسي بكل اللي قدامك. نبدأ بقى نكور يعني زي ما انتوا شايفين كده، لما حسيت ان في واحدة اكبر من واحدة شلتها وحطيت في التانية عشان ايه كله يبقى زي بعضه. نكور بقى دلوقتي العجينة كده، عملنا 4 كرات كبار. هنبدأ بقى نكور الباقي. خلصت بقى انا العجينة مع نفسي، وزي ما انتوا شايفين كده في الاخر سبت 2 من هما الصغننين عشان اوريكم ازاي بتعمل نفس الكبيرة بالظبط. هنعمل بس على حسب الحجم اللي احنا عايزينه، ده بيبقى على حسب راحتنا احنا، دي برضه على حسب الرقات اللي احنا عايزينها. زي ما انتوا شايفين كده بنعمل، وبعد كده بنخلص ونحطهم بقى في طبق او في صينيه. القاعده من تحت بتبقى مدهونه زيت، وزي ما احنا زي ما انتم شايفين كده برضو بدهن وشها زيت عشان ما تعملش طبقه ناشفه من فوق الوش، وبتسيبها تريح. برضو بترتاح زي ما ريحنا العجينه في الاول بتريحوها من تاني عشان لما تيجي تفردوها تعمل معاكم ما تتعبكوش في الفرد يعني كده او تشد منكم. دلوقتي معانا السمنة على حسب يعني في طريقة فرد الفطير كده ما بتاخدش نسبة سمنة كبيرة زي ما كانوا بيعملوها زمان، كانت بتاخد نسبة سمنة كبيرة جدا. انما طريقة الفرد دي ما شاء الله اللهم بارك ما بتاخدش سمنة كبيرة ولا كمية سمنة كتير، وبتبقى مش دسمة قوي. طيب دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ خدنا الكورة على حسب الكورة اللي احنا عايزينها بنحطها. بعد كده بنبدأ بقى من جوه لبره، بتضغطي من جوه لبره لحد ما تعملك رئة. السطح اللي انت بتفردي عليه هتلاقيه باين من تحتيها، يعني مش عايزينها ولا رقيق ولا سميكة قوي ولا رقيقة قوي، مش عايزينها رقيقة اللي هي الرقة الجامدة يعني. بنرققها لحد ما تحسي ان انت شايفة السطح اللي من تحتيها. بعد كده بنقعد نبدأ بقى نزود في سمنة، وبناخد بقى اللي هي الاطراف زي ما انتوا شايفين كده ان الصورة موضحة، مش محتاجة يعني.
نبدأ ندخل كل طرف على بعضه، وكل طرف بنحط فيه سمنة عشان يورق، عشان لما تيجي تفرديها يعني تورق، ما تبقاش مكلكعة يعني او عاملة طبقة سميكة يعني. بنحط على جنب، وبعد كده نفرد الجزء اللي بعديه تاني زي ما قلنا من جوه لبره. الموضوع سهل جدا وبسيط، مش زي الفرد زمان. يعني زمان كان، مع ان اللهم بارك كان جميل برضو، بس بيبقى دسم وتقيل. فاحنا بنعمل ايه؟ بنخلص الفطيرة، بنخلص الكورة نروح فردين اللي بعديها، ونخلص اللي بعديها. يعني كل واحدة بنعملها بنفرد اللي بعديها ونحطها جواها زي ما انتوا شايفين كده. الكورة اللي بنخلصها بنحطها جوه الفردة اللي بعديها او الرقة اللي بعديها، لحد ما احنا على حسب بقى احنا عايزين الكرة قد ايه. يعني دي انا كده عملتها فطيرة، عايزين بقى اكتر زي ما انتوا شايفين كده. الكيلو معايا طلع 7 فطيرات. عايزين نقلل الكمية بنقللها على حسب احنا عايزين كام فطيرة. يعني احنا ممكن ال7 دول ممكن نقللهم لكمية 4. يعني كل فطيرة انا عملت كل فطيرة فيها 7 أو 8 رقات تقريبا. انتوا عايزين تزودوها بقى زي ما تحبوا. دلوقتي بعد ما سيبنا الفطير ارتاح براحته خالص لحد ما تحسي ان هو ايه، اللي هو ريح خالص كده، بنبدأ نجيب الصينية اللي احنا عايزينها على حسب احنا هنسوي في صينية قد ايه. انا عندي الصينية دي كان مقاسها 26. جبنا لان الفطير عندي مش حجمه كبير قوي ان هو ياخد صينية مثلا 30 32. لو احنا عايزين نزود عن كده هنزود عدد الرقات عشان الفطير يكبر معانا. دلوقتي احنا بنفرد عشان نبدأ نسوي. لو ما اول ما تفرد تحسي ان الفطيرة بتفرد معاكي لانها مرتاحة كويس جدا، هنفردها وبعد كده هنبدأ بقى ندخلها على فرن حرارة عالية جدا. الحرارة تكون عالية جدا وندخلها على الفرن. اول ما تقب من تحت هتطلعيها تاخد وش. لو خدت وش معاكي تمام. المهم يفضل ان انتي تكوني حاطه الفرن شغال من فوق ومن تحت، لو بيشتغل معاكي من فوق ومن تحت. دلوقتي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، الفطير جميل جدا وطري ومورق ويعني وسلس جدا في التعامل ومش ناشف. المهم اول ما تطلعيه من الفرن حطي الفطير فوق بعضه وغطيه عشان يدنه طري، لانه بيطلع من الفرن ناشف. طبيعي هيطلع ناشف لان مش هيطلع طري من الفرن. فاول ما نطلعه نغطيه عشان يبقى طري ومورق. وما شاء الله اللهم بارك، شفتوا عدد التوريقات جميلة جدا وطري جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.